بنلاقيه واقف وسط مجموعة كبيرة جدا من الرسائل واللي مضمونها إن معلمين الكونغ فو في الصين كلها اختفوا مرة واحدة، وبنعرف أكيد إن كاي هو اللي ورا الموضوع ده، وأكيد هو سحب منهم طاقة التشي بتاعتهم ودلوقتي أقوى من الأول بمراحل. وأثناء ما هو بيتكلم معاهم بيلاقي إن مانتس وكرين راجعين من المهمة ولكن بيكون شكلهم غريب، وهم كمان اتحولوا لعفاريت خضراء، وبيبقى كاي هو اللي مسيطر عليهم زي الباقيين، وبيقول لشيفو إنه راجع مخصوص علشان يدمر كل اللي عمله أوجواي. فبيتضايق شيفو وبيروح مع المحاربين اللي ما بقوش 5 دلوقتي. المهم إنهم بيهاجموه ولكنه بيكون أقوى منهم وبيرنهم علقة موت، وبيجي كرين يهجم على تايجرس ومانتس بيفضل يضرب في مانكي، وما بيكونوش عايزين يأذوهم لأنهم أصحابه. وبتيجي تايجرس من ورا منه بتضربه ضربة قوية، فبيتنرفز وبيكسر لهم البيت الأخضر بتمثال أوجواي. وبيحاول شيفو يتصدى لكاي ولكنه بيكون أقوى منه بكتير وبيرميه على الأرض وبيسحب طاقة التشي من مانكي وفايبرس. تبقى تايجرس عايزة تروح تهجم على كاي تاني بس شيفو بيمنعها، بيقول لها خلاص بقى، يعني مش حكاية بقى، ضربنا أكتر من مرة، خلاص روح أنت دلوقتي حذري بو